ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. ربيع حريمات وانس باش، لدينا امين زحزوح، وهناك ايضا اللاعب اسامه طنان. هذه القمه بدات هذه المواجهه الكبيره جدا هنا بمحاوله، ولكن ايضا مرت الى ان وجدنا انفسنا فيها بصراحه. هذه البطوله العربيه الكبيره، هذه كره للامام في البطوله خلال المباريات الماضيه. ركله ركنيه لمصلحه المنتخب الاماراتي، ولكن ايضا تبعد من جانب الدفاعات في اللقطه الاخيره عن طريق محمد بونكسوت في اللقطة الأخيرة وفي الكرة الماضية. هذا هو الحال بالنسبة لمنتخب أسود الأطلس. هذه محاولة، هنا كرة لا زال، هنا المرور، هنا العبور، هنا الضربة، تسديدة، ولكن حارس المرمى حمد المقبالي أقبلت إليه سهلة بمنتهى السهولة، وبالتالي مباشرة أنهى الخطر الماضي تماما. لاحظ هذه الكرة، لاحظ الانسجام، لاحظ التناغم عن بلوغ المباراة النهائية والوصول إلى المباراة النهائية. تصويبة هذه الكرة ولكن سهلة جدا، وصلت لحارس المرمى حمد المقبالي في اللقطة الأخيرة بمنتهى السهولة. الإمارات الرجل الذي عاش في يوم من الأيام وتواجد. هذه كرة للأمام للمغرب، خطيرة المحاولة، ولكن بعد ذلك هذه كرة أسامة طنان للأمام. يا عيني يا عيني على كرة، على محاولة، على العرضية، على الضربة هنا. على كرة المقبالي في اللقطة الماضية حضر للمرة الثانية، أبعد الكرة من أمام من أمام زحزوح الذي أتى بالعرضية، ولكن بعد ذلك وليد أزارو مرة أخرى لمصلحة من مروان، يرسل كرة إلى حمزة الموساوي. ممتازة هذه الكرة العرضية في الانتظار، ولكن بعد ذلك إلى ركلة ركنية مغربية. الهدف ربما يأتي، الضربة الأولى قد تأتي، الضربة الأولى قد تأتي. من يضيء أكثر في الطريق نحو النهائي، من يضيء أكثر. هذه كرة، هنا المساحة، هنا مر راح بكرة بمحاولة تصويبه هنا. يا لها من كرة مرت كايو في لقطة وفي محاولة، كاد أن يأتي هنا بأول الكرات، وكاد أن يكون أول الواصلين بضربة وبمحاولة تصويبة، ولكن أيضا إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى لمصلحة المغرب. هذا هو كواسما على الكرة، الله على المحاولة، على العرضية، على الكرة الرائعة، لكن هناك حالة تسلل في اللقطة الأخيرة في الكرة الماضية بالفعل. لاحظ هنا كرة من اليسار بالفعل، وليد أزارو كان في وضعية التسلل، أزارو بالفعل. جماهير تريد اللحظة التي حاول كرة للمغرب، هذه خطيرة، هذه المحاولة، الكرة القادمة، لكنها مرت ثم عادت. لا زال الخطر، لا زال من الجهة اليمنى. رمية جانبية لمصلحة المغرب، لا زال الهدف لم يأتي بعد، الضربة الأولى لم تأتي بعد في هذه المباراة. لن يسألك التاريخ عن ما فعل، وتصنع أجمل الذكريات في عالم كرة القدم من أجل الذكرى يا إماراتي، من أجل الذكرى يا إماراتي. الله كاد أن يأتي، كاد أن يصنع ذكرى، كاد أن يصنع لحظة في اللقطة الماضية، ويأتي هنا بلحظة وبلقطة من اللقطات التي قد تكون عالقة لو تمكن من الوصول إلى مرمى المغرب، لكنها عادت مرة أخرى. جميل المباراة. الإمارات محاولة، هذه الكرة روبن كانيدو إلى الغساني بالعرضية، الكرة القادمة، ولكن أيضا إلى ركلة مرمى لمصلحة المغرب. يا سلام، أنا أعتقد أن المباراة تحتاج إلى هدف، صدقوني لا ينقص هذه المباراة سوى هدف، سوى حدث. هذه كرة، هذه محاولة، غير مساره واتخذ زاوية أخرى للتصويب. إنه برونو أوليفيرا لاعب نادي الجزيرة. مباراة الدولية 17 وسجل هدفين مع الإمارات، وبالتالي الماضي ربع النهائي المغرب وسوريا. هذه العرضية، كرة من جديد، الله على المغرب، الله على منتخب أسود الأطلس. نعم، ضربة وأي ضربة، كرة وأي كرة، الله على الكرة،
الروعة، على العرضية، على النهاية، على التصويبة، على النهاية الرائعة. يا الله يا الله، في كأس العرب، في كأس العرب عليك أن تضيء، عليك أن ترى، وعليك أن تكتب فصلك الخالد، فصلك الخالد. نعم، هذا هو الفصل الخالد، هذه الكرة الخالدة التي ستروى ربما للمباراة النهائية، والتي ربما توصلهم إلى المباراة النهائية في كأس العرب. عليك أن تضيء، وعليك أن ترى، وعليك أن تكتب فصلك الخالد. فعادة يتجاهل التاريخ معظم الأيام، إلا الأيام التي تغير مجرى المباريات، إلا اللحظات التي تغير مجرى مثل هكذا مواعيد. سجل المنتخب المغربي أولا، وضع الكرة في المرمى لياتي بضربة المباراة الأولى وهدف المباراة الأول. الله على كتيبة الأسود، ضربة ويا لها من ضربة. إنه المتألق، إنه كريم البركاوي، إنه العودة من جديد، انطلاقة ربما لا، الثاني ربما الله 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 يا المقبالي، الله يا محسن مصبح، الله على التصدي، على الروعة في اللقطة الماضية. تصدى بمنتهى الروعة هنا، تصدى بمنتهى القوة وبمنتهى الروعة هنا. حمد المقبالي أبعد الكرة الماضية وأبعد الخطر الماضي على مرمى الإمارات، وعن مرة جاء يبحث عن الثاني، يبحث عن الضربة الثانية. كاد سفيان، أي ضغط، أي عمل، أي شخصية، أي روعة حضور في هذه المواجهة. المنتخب المغربي يأتي بكل ثقله إلى حد هذه اللحظة. سجل الأول وكاد أن يسجل الثاني، لكن هذه الكرة مرت وإلى خارج أرضية الملعب. إلى الآن فرصة كايو، ولكن أيضا إلى خارج أرضية الملعب. كرة كايو إلى أرات عن المنصات. هذه محاولة خطيرة من اليسار، قد يأتي بالعرضية ولكن الذنحاني. وقبل ذلك تسلل، قبل ذلك حالة تسلل على كريم البركاوي. بالفعل كان متسلل كريم البركاوي في اللقطة الأخيرة. المرور، الله على الكرة، على المحاولة. الغساني راح هنا، مر هنا بكرة، بمحاولة، على كرة، على محاولة، على فرصة. ثاني ننتظر أيضا فيه ما يمكن أن يضاف. هذه كرة للإمارات، المحاولة للأبيض الإماراتي، تصويب، الله 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 الله. يا لها من كرة ويا لها من محاولة. مرت الفرصة الماضية للمنتخب الإماراتي الذي كاد أن يعود، ويا لها من عودة. كادت أن تكون العودة مبكرة، ويا لها من عودة. لاحظ هذه الكرة، شاهد هذه المحاولة. أول ربع ساعة من زمن شوط المباراة الثاني، توقيت مهم للغاية هنا. الله، يا لها من كرة، مرت يا برونو، ضاعت يا برونو، أبعدت يا برونو إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية أخرى لمنتخب الإمارات. الله على الكرة، جميلة هذه الكرة. حكم المباراة يشير من هذا المكان، قد يأتي هنا بالمرور. العرضية خطيرة ولكن إلى خارج أرضية الملعب، وإلى ركلة بيريرا للإصابة إلى جانب علاء زهير. بينما هذه الكرة، الله على الفرصة، كيف ضاعت، كيف مرت هذه الكرة. ماذا تفعل يا زارو، ماذا تفعل يا زارو. يا لهذه الكرة، مرت بهذا الشكل إلى خارج أرضية الملعب، بعيد عن أن الكرة تسلل، لكن تصرف غريب في اللقطة الماضية. وعبد الرزاق حمد الله تراجع هجوميا في الشوط الثاني من المواجهة. ركلة ركنية بهذا الشكل ولكن أيضا تبعد، ثم لا زالت المحاولة في هذه اللحظات. هنا مر بكرة، بمحاولة، هذه المحاولة للأمام. عبد الرزاق قد يمر، يأتي بكرة، هذه الله 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 الله. أنا لا أقوى على ذلك يا مغرب، لا أقوى على ذلك يا مغرب. الله على الأسود، أول العابرين إلى المباراة النهائية، أول الواصلين إلى المشهد الأخير، إلى الليلة الأخيرة المنتظرة، إلى النهائي الكبير. نعم يا سادة، المغرب بضربة ثانية وبوصول ثاني، ضربة وأي ضربة. نعم، الله الله الله.
إخوتي هيا للعلا سعيا، نشهد الدنيا أن هنا نحيا، أن هنا نحيا. الله 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 على المغرب، على ضربة ثانية، على روعة المغرب، على وصول المغرب، على سحر المغرب، على عرض المغرب. الله على الكرة، على الروعة. إنها المحطة المهمة بالنسبة للمنتخب المغربي. إخوتي هيا للعلا سعيا، نشهد الدنيا أن هنا نحيا، أن هنا نحيا. نعم يا مغربي، يصل المنتخب المغربي ويعبر بهذه النتيجة إلى المباراة النهائية. يفعلها المنتخب المغربي، كان متزنا وكان رائعا في شوط المباراة الثاني. أشرف المهداوي أنت المشري أول العابرين، لكنها كرة القدم، لا نعلم عن تفاصيل. كرة أمامية العرضية للمنتخب الإماراتي، الكرة الساقطة ربما تصل المغربية، ربما فيها ثالث، ربما فيها ثالث. كرة من اليمين، المحاولة للمغرب، مر بصورة ممتازة. الله على الكرة، على المحاولة. الله الله الله، بالثلاثة يا مغرب، بالثلاثة إلى المباراة النهائية، إلى اليوم الكبير، إلى الليلة الأخيرة. المنتخب المغربي بمنتهى الإبهار، بمنتهى الإقناع، إلى النهائي وإلى المباراة النهائية. ضربة هذه المرة من الكبير، من عبد الرزاق حمد الله الذي وصل، ويا له من وصول، عبر، ويا له من عبور، سدد، ويا لها من تسديدة سكنت المرمى. أولم أقل لكم بعد الهدف الثاني للمغرب أن هناك ضربة، هناك كرة، هناك هدف، إما للإمارات أو ثالث للمغرب، وكان ثالث للمغرب. ضربة، وأي ضربة، لكن البدلاء يا جماعة، البدلاء من صنعوا الفارق في لقطة وفي كرة، في محاولة بدأت عن طريق وليد الكرتي وانتهت هنا مع بولوكسوت، ثم عبد الرزاق حمد الله الذي أعاد الفرح. منذ لحظات شهدنا فرحة لهدف المباراة الثاني، لكنها الآن فرحة الوصول وفرحة العبور إلى المباراة النهائية بالنسبة للمغرب. يا الله على ليلة كبيرة من جانب المنتخب المغربي، النموذج الذي لطالما تحدثت عنه. افرح يا طارق يا سبتيوي، عليك أن تفرح وعليك أن تسعد.